في هذا المكان تنهمكم مجموعة من الطلبة كل يوم أحد من أجل دراسة قواعد الفن السابع، واضعين أمامهم تحديات كبيرة لكنها لم تثنهم عن ممارسة ما اجتمعوا من أجله. بالتعاون مع مركز كوديا للفنون ومجموعة نيوزروم التعليمية، نظمت كلية الإعلام في جامعة ذي قار ورشة سينمائية حضر فيها المخرج والمصور أحمد الهلالي مع عدد من المتدربين يصل عددهم إلى 13 متدربا، يختص جميعهم في النهاية بالإضاءة والإخراج والتصوير وكتابة السيناريو. هذه الورشة استمرت لمدة شهرين متتاليين. على مدى شهرين تقريبا بدأت ورشة السينما، هي بالتعاون مع مركز كوديا للثقافة والفنون ونيوزروم. هذه الورشة هي تعد إلى إعداد كاست سينمائي مختص في صناعة الأفلام السينمائية الطلابية، السينما المستقلة. هذه الورشة سوف تثمر على صناعة 3 أفلام إن شاء الله، صناعة طلابية. هذه الأفلام هي يعني من أفكار طلابية ومن صناعات طلابية. الورشة خلفت انطباعات إيجابية لدى المتدربين وأهل الاختصاص، ستحمل معها أرقاما تؤكد نجاح مشروعها في الاستحالة لفعل وحركة قادرة على البناء والتغيير وتقديم نتاجات سينمائية احترافية، وستمد في المستقبل جسرا لدورات قادمة محاربة من خلاله الواقع الرديء. درسنا كان مخصص أو المحاضرة اللي تخصصت على الإضاءة، كيفية نصب الإضاءة، أنواع الإضاءة. بالنسبة للموضوع اليوم اللي هو موضوع الإضاءة، هو يفيد الطالب أو العضو بالمجموعة، يعني التعلم كيفية النصب أو الاستفادة منه. من كلية الإعلام في جامعة ذي قار، خليل البركات، نيوزروم.